السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم قمر غريم، والنهاردة هنعمل رول الدجاج خطير وتحفة وجميل زي عوايدنا ومش مكلف واقتصادي. هنفضل نقول من هنا لحد الصبح ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كل ده بربع كيلو فراخ. بربع كيلو فراخ، تحفة تحفة تحفة. خليكي معايا وهنأكل 10 أفراد من الرول ده. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. جنبه مكرونة بقى وسلطة خضراء هتعمليه. بصوا لسه بيغلي ازاي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. جنبه هنعمل شوية رز وسلطة، وإن شاء الله وهيكفي وهيوفي لعزومات رمضان. كمان هيشرفك جدا جدا على السفرة. في كلا الأحوال هو مشرف جدا جدا وطعمه ولا أحلى. هنشوف مع بعض كده بس المقدمة كده والجمال، ونخش على المقادير على طول. معانا ربع كيلو صدور فراخ مفروم، ربع كيلو بس. ومعايا بهاراتي: توم باودر وبصل باودر وسبع بهارات ومعلقة كبيرة زعتر ومعلقة فلفل اسود اللهم صل على سيدنا محمد، وواحدة مرقة دجاج، والملح معلقة صغيرة عشان انا حاطة 2 مكعب مرقة دجاج. وهندوق برضو وهنشوف. انا كده البهارات دي كلها خلصتها مع بعض. هحط نصها هنا ونصها هتشوف دلوقتي هحطه فين. يلا كده نصلي ونسلم على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللي هيزود لنا بقى الكمية كمان وهنضاعفها. معانا بيضة، حطيت بيضة. ودول بصلتين كبار فرمهم ناعم جدا جدا في الكبة. ومعانا بقى بقسماط، ده اللي هيخليه للربع كيلو اكتر من النص. حطيت 5 معالق بقسماط، بس ما تصورش الا 3. يعني انا حطيت المقدار ده ولقيتها عايزه تاني معلقتين، حطيتهم وكان الكاميرا ما كانتش بتصور. يعني المقدار ده على ربع كيلو البانيه، على 2 بصلتين وسط، على بضايه. حطيت 5 معالق بقسماط كبار. بصوا ضعف لي الكميه وبقت تحفه وخطيره وريحتها كانت قلبة الدنيا كلها. تعالوا بقى المكون التاني بقى اللي هيضاعف لنا الكميه اكتر. معانا نص كيلو بطاطس مسلوقه زي ما انتم شايفين كده. انا بسلقها زي ما هي صحيحه وبقطعها. وده بقيه البهارات اللي انا حطيتها على الفراخ عشان يبقى الطعم عندي كله واحد. هبتدي بقى ان انا اهرسها كويس جدا جدا زي ما انتم شايفين. ما شاء الله هتاكل معاكي عدد كبير جدا وطعمه، وهيفرحوا بيها وهيشبعوا وهيشكروكي وهيقولك اعملنا تاني. معانا بقى مجموعه الفلفل. طبعا الحشو ده بمزاجك، ده الحشو اللي انا هحشي بيه الرول. معايا بقى كل الفلفل اللي عندك. انا عندي فلفل الوان اصفر واخضر واحمر وكل وسبايسي اللي عندك حطيه. ما شاء الله. كده خلاص هقلب بقى. وطلع الملح بتاعها مظبوط جدا جدا. معلقه صغيره بتاعت شاي كده اللي احنا بنعمل بيها الشاي دي، مليانه على الاخر. قسمت نصها بينها واتنين مكعب دجاج. قسمت نصها بين الفراخ وبين البطاطس. اهو هدعك بقى كويس جدا جدا كده. ده الحشو بتاع الرول يا جماعه. بصوا ما شاء الله، هو اصلا يتاكل كده لوحده، ما هوش عايز حشو. يعني ده نعمله كده جنب شويه سلطه كده وتعمل سندوتشات خطير. نمشي نفسنا حبايبي وعلى قد ايدنا برضه هنمشي وهنأكل ولادنا وهنعمل حاجات حلوه جدا جدا ان شاء الله بأقل امكانيات. وربنا ان شاء الله يوسع علينا وعليكم بالحلال يا رب. معايا زيت، ويا ريت زيت تكون بس نوعيه كويس عشان يديني طعم كويس في الاكل. ده كيس تلاجة عادي خالص، فتحته وحطيته كده ودهنته كله زيت عشان الفراخ ما تلزقليش فيه. عشان اما اجي الفه رول يبقى سهل عليا في اللف. انا كده هنزل بقى الفراخ كلها اهي، الربع كيلو. وطبعا ضعفنا بقى احنا بقى بالبصل والبقسماط والبيضه. وطبعا البيضه بتعمل على التماسك بتاع الرول، يبقى كل الخضار متماسك فيه. بص ما شاء الله متماسكه ازاي، تحفه جدا جدا جدا. افردي بقى ايدك زيت اهو زي ما انا عملت كده، وافردي لي على قد الكيس كله الرول وتسويه كده وتخليه جميل زي ما انتم شايفين، عشان في الاخر يديكي نتيجة حلوة. ويا ريت السمك كله يبقى واحد. ده طبعا الحشوة اللي انا بقول لكم عليها. لو عايزين حشوة اي حشوة تانية طبعا ده باختياركم. يعني البديل ممكن نحشي جبن. طبعا الجبن غالية دلوقتي، بندور احنا على حشو اقتصادي. ممكن نحشي خضار مشكل. فلفل بقى الوان وشرايح وبسله وكوسه، كل ده يبقى شرايح والبسله تبقى في النص.
كده. طبعا الحشو ده براحتك انت خالص خالص خالص. ممكن كمان تزودي على على رول البطاطس ده جبن، بس انا النهارده عاملاه اقتصادي 100%. يعني بربع كيلو صدور دجاج اكلنا فعلا 10 انفار، وعملت جنبهم مكرونه وكان تحفه ما شاء الله. اهو بالراحه بقى كده. هظبط كده الرول معايا اهو، وهشد الكيس وهقلب براحتك خالص خالص خالص. وبصوا مش متعب ولا واسهل ما يكون. ما شاء الله. هتخشي هتسلقي قبل ما البطاطس ما تتسلق، اكون انت فرمت الفراخ وفرمت البصل، مش هياخد معاكي اي وقت. طبعا انا كده خلاص خلصته وقلبته كمان في الطاجن اهو. هجيب بقى معلقتين سمنه، عندك زبده حطي، عندك سمنه بلدي زي ما انا حطيت كده حطي، عندك سمنه، عندك معلقتين زيت، اللي عندك ما تقفيش على اي حاجه اهو. هنزل بقى كده هدد الرول، وهدن من الناحيه دي ومن الناحيه دي كمان، وهدخله الفرن بالظبط اقل من 20 دقيقه في على 180 في نص الفرن. وبعد كده بولع عليه الشوايه بسيط، مش 5 دقايق كمان، هو بيحمر بسرعه جدا. معلقه السمنه دي بتساعد كمان على على الوش يكون يتحمر. انا ما عنديش ماده دهنيه خالص ولا في البطاطس ولا في الفراخ، فانا حطيت معلقه السمنه دي عشان لازم مع ماده دهنيه، وهو هيحمره لي من غير ما ادهن اي حاجه تانية. بصوا انا بوريكم ان انا دهنت هنا ودهنت هنا، وهو في الفرن طبعا السمنه هتسيح 20 دقيقه. بصوا يا جماعه، تحفه تحفه ما شاء الله. وشغلت عليه الشوايه بالظبط 5 دقايق، وطلع بالجمال والعظمه دي. محدش هيصدق ابدا ان انت عامله ده بربع كيلو فراخ. بصوا، وهقطع دلوقتي كمان واوريكم. وسخن جدا جدا ومتماسك. ده بقى لما يبقى كمان لما برد، انا قطعته مرتاح عن كده، وكان ما شاء الله مقضي زي ما بقولك 10 افراد على الاكل. حبايبي الوصفه حلوه جدا، جربوا جربوا. وقولي لي تعليقاتكم ايه، ان شاء الله تعجبكم الوصفه باذن الله، وتدعوا لي دعوه حلوه في ظهر الغيب. النهارده اول رجب، كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. حبايبي لو عجبتكم الوصفه، لايك وشير وسبسكرايب لعقلاتنا على اليوتيوب، ويا ريت نفعل زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد من فيديوهاتنا الجامده جدا جدا والحلوه والاقتصاديه. بص بقى انا قطعت خلاص، ودلوقتي كمان هوريكم. بص بصوا الفراخ عامله ازاي، والبطاطس خطيره. مهما احكي لكم، مهما اقول لكم، مش زي ما تجربوا هتقولوا. يلا حبايبي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.